السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا في فيديو جديد. في هذا الفيديو سوف أقدم 10 صفقات تمت رسميا في سوق الانتقالات الصيفي الحالي 2024 في الجزء العاشر من هذه السلسلة. قبل البداية أتمنى منكم لا تنسى الاشتراك لايك للفيديو سلوككم جديد وننطلق على في التفاصيل والدخول في صلب الموضوع أكثر. الصفقة الأولى فعل الحارس الإسباني دافيد دخيا بعدما كان موسم وحيد بدون لعب كرة قدم بعد نهاية عقده مع فريقه السابق مانشستر يونايتد. ها هو دخيا ينتقل إلى الدوري الإيطالي وتحديدا لنادي فيورنتينا بعقد مدة موسم واحد مع خيار التجديد مع الفريق الفيولا. نتمنى التوفيق لدخيا الحارس الذي استمر طويلا مع مانشستر يونايتد قبل أن يغادر وهو ينتقل إلى الدوري الإيطالي. الصفقة الثانية فهي اللاعب البرازيلي إيميرسون رويال من نادي توتنهام هوتسبور إلى نادي إي سي ميلان وبقيمة قدره 15 مليون يورو بعقد 5 سنوات مع الفريق الإيطالي، واحد من أكبر الأندية الإيطالية ومن أكبر الأندية في العالم. اللاعب انتقل رسميا إلى صفوف نادي ميلان في الموسم القادم. أما الصفقة الثالثة فهي اللاعب الفرنسي توديبي من نادي نيس الفرنسي إلى صفوف نادي ويست هام الإنجليزي عن طريق الإعارة مع خيار الشراء بقيمة قدره 40 مليون يورو. اللاعب الذي كان قريب من الانتقال إلى السيد العجوز يوفنتوس الذي كانت تطمح بقوله التوقيع مع اللاعب الفرنسي في هذا الميركاتو دخل ويست هام على الخط واستطاع خصم الصفقة واستطاع المفاوضات بطريقة ممتازة والتعاقد مع اللاعب الفرنسي، والبارسا سوف يحصل على عمولة من انتقال اللاعب الفرنسي إلى صفوف نادي ويست هام بالتأكيد. أما الصفقة الرابعة فهي اللاعب الكولومبي باتشو من نادي إنتراخت فرانكفورت إلى الكبير الفرنسي باريس سان جيرمان وبقيمة قدره 40 مليون يورو للتعاقد مع هذا المدافع الكولومبي وبعقد يربطه مع النادي الفرنسي 5 سنوات. اللاعب صغير السن انتقل لنادي باريس سان جيرمان قادما من نادي إنتراخت فرانكفورت كمدافع جديد للنادي الفرنسي. أما الصفقة الخامسة فهي اللاعب أوسلو المهاجم الدنماركي انتقل لصفوف نادي نيوكاسل يونايتد وبقيمة قدره 10 ملايين بوند قادما من نادي شيفيلد يونايتد. اللاعب البالغ من العمر 21 سنة صغير السن وفي إمكانه الظهور والبروز مع الفريق الإنجليزي. أما الصفقة السادسة فهي اللاعب ماركو رويس بعد نهاية عقده مع الفريق بوريسيا دورتموند وبعد سنوات عديدة داخل أسوار الجرد الأصفر ها هو ينتقل إلى صفوف لوس أنجلوس بعقد مدته موسم واحد مع خيار التجديد. أما الصفقة السابعة فهي اللاعب برايان ساراغاستا من نادي بايرن ميونخ إلى صفوف أوساسونا عن طريق الإعارة بعدما قدم موسم وحيد مع الفريق الألماني انتقل إلى الدوري الإسباني من بوابة أوساسونا. أما الصفقة الثامنة حارس لوري الحارس الأرجنتيني من أياكس أمستردام إلى الكبير الفرنسي أولمبيك مارسيليا بقيمة قدره 3 ملايين يورو انتقل الحارس الأرجنتيني إلى صفوف أولمبيك مارسيليا. أما الصفقة الثامنة فهي اللاعب الغاني أليكس موريبا من نادي لايفزيغ الألماني إلى صفوف سيلتا فيغو عن طريق الإعارة مع خيار الشراء للفريق الإسباني. اللاعب خرج أكاديمية لاميسيا والذي غاب عن الأنظار بعدما قام بخطأ فادح مع إدارة البارسا في السابق. ها هو ينتقل من فريق إلى آخر في كل موسم وهذه المرة إلى الدوري الإسباني تحديدا إلى سيلتا فيغو. أما الصفقة الثامنة فهي اللاعب نيتو البرتغالي من وادي ويلفرهامبتون إلى صفوف نادي تشيلسي بقيمة قدر 63 مليون يورو كقيمة كبيرة عن طريق اللاعب نيتو من نادي ويلفرهامبتون. اللاعب الذي كان يحظى بعدة اهتمامات أندية كبرى على رأسهم مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بالإضافة إلى أرسنال ها هو ينتقل إلى صفوف تشيلسي وتشيلسي مستمر في الميركاتو الحالي بصفقات كثيرة في السنوات الماضية. أما الصفقة الأخيرة فهي اللاعب الإسباني سامو من نادي أتلتيكو مدريد إلى صفوف تشيلسي نفسه وبقيمة قدره 34 مليون يورو وبعقد حتى 2031. اللاعب الذي كان معار إلى ديبورتوفو ألافيس عاد مجددا إلى أتلتيكو ها هو ينتقل إلى نادي تشيلسي وتشيلسي مجددا حاضر في الميركاتو وبتعاقدات كثيرة في كل موسم، لكن في كل موسم يخرج بأداء صفري وبزيرو ألقاب كما اعتدنا عليه في السنوات الماضية وإدارة تستمر في التعاقدات الكثيرة بدون أي فوز بألقاب.